بس ما تهزش بقى، افتح افتح زومك كده على الاخر يلا. أعضاء في داخل الجمعية العمومية بنادي كفر الشيخ النهارده وفي اجتماع الجمعية العمومية بنسألهم رأيهم عن سنة مضت من عمر مجلس الإدارة الحالي وما شهده النادي من تطوير أو من أوجه كسور. رأي حضرتك في الفترة اللي عدت من عمر المجلس الحالي؟ والله يعني المجموعة اللي جت أفضل مجموعة شفناها في تاريخ النادي، وناس محترمين نهضوا بالنادي نهضة ما كررتش قبل كده، ودي يعني أول مرة نشوف. في طبعا عملوا حدثوا في مطعم، فيه حمام سباحة، فيه يعني في تطور، فيه جامع اتعمل، مسجد، وطوروا في تطور جامد يعني حصل اللي احنا شفناه السنه دي غير اي مجلس اداره قبل كده. حضرتك شايف المجلس الحالي اداؤه عامل ازاي؟ والله معقول من للافضل الافضل في ايجابيات كتير وفي بعض السلبيات لكن ممكن تداركها يعني. حضرتك في الاستاذ قال ان في بعض السلبيات، حضرتك شايفها بتتمثل في ايه اللي موجوده في النادي الحالي؟ لو في سلبيات حاليا في النادي بتتمثل في ايه؟ عشان يتم هو هقول لحضرتك حاجه، هو الظاهر لان كان الاول النادي كله كان معظمه سلبيات، لما تقل السلبيات وتكثر الايجابيات نقول دلوقتي ان احنا خلينا في الايجابيات عشان ندي دفعه الشباب، لان مجلس الاداره دلوقتي في دم جديد وفعلا في فكر جديد. دلوقتي حاليا انا ما بطلبش الاعضاء يجوا، ده الاسر نفسها اللي بتيجي زي ما سيادتك شايف كده، الاسر بتيجي ويحصل في جذب. ليه؟ لان كفر الشيخ بتفتقد الفكر وبتفتقد الاماكن اللي تقدر تجيبها في المتنزه. ففي مجلس الاداره دلوقتي بيعرف يجذب الاعضاء واسرهم واعضاء جداد. دلوقتي حاليا في طوابير عايزه تشترك دلوقتي، يبقى ده يدل على ايه؟ ان الايجابيات نجاح المجلس الحالي. وانا بقول ربنا يوفق المجلس الحالي كله برئاسه الاستاذ اشرف ابو حليمه، ده راجل في فكر جديد، فكر يدل على ذلك. قدامي انا العيال نفسها، الاطفال الصغيره بيقولوا دايما عايزين نروحوا في الحته الفلانيه، عايزين. الطفل اللي بيجيب ليه؟ لان بيحس بيعرف يجيبه. فاحنا نتمنى دايما ان دي تعتبر يعني، لان كفر الشيخ بيفتقد الاماكن الجاذبه للترفيه، فالنادي كفر الشيخ يبقى فيه مجلس اداره يجذب، ده كويس. اما بالنسبه بقى للسلبيات، السلبيات اللي احنا بنقول عليها يعني عايز يونيفورم معين بقى، معلش انا عايز العماله اللي تشتغل وتؤدي الخدمه السيرفيس اللي موجوده يبقى لها زي معين، عايز ينهض. لان اهالي كفر الشيخ دلوقتي معلش في الكلمه، دلوقتي حاليا بيشوفوا دلوقتي القنوات الفضائيه، بيطلعوا يروحوا مثلا محافظات ثانيه بيلاقوا فيه السيرفيس. فانا عايز برضو على الاقل يهتموا باليونيفورم، الزي الرسمي للخدمه، طريقه الخدمه مش مشكله. وانا في ناس بتروح وبتدفع وبتعمل، يبقى انا عايزه يهتم ما يجيبليش لا مؤاخذه في الكلمه، ما انا عندي ناس اصلا ما جيبليش واحد مش عارف انواع المشروبات والمأكولات، خلاص يبقى انا بس يعني بقول كده ربنا يسهل ويوفقهم دايما يا رب. سؤال حضرتك تقول لنا انطباع حضرتك عن المجلس الحالي، ايه المطلوب منه في الفتره الجايه؟ بصراحه في تطوير كويس جدا جدا، وعندك شويه انشاءات عملتوها، المسجد وحمام سباحه بتعملوه، مبنى اداري، وشغالين في حديثة المطاعم اللي فوق. المهم يعني في تطوير كويس جدا بوجودكم كلكم وبوجود الاستاذ اشرف ابو حليمه. وبصراحه انا شايف الناس ديت احسن من المجالس اللي فاتت بالمقارنه بيها، وفي بعض السلبيات البسيطه كده ممكن تداركها وسهل تداركها ان شاء الله. يعني ابرزها او المطلوب الفتره اللي جايه من المجلس، المطلوب اللي احنا نسارع، اللي احنا الانشاءات ديت نخلص منها بسرعه، واخد بالك. في شويه اعمال صيانه هنا في النادي المفروض انها تتعمل، عمليه الظاهر التجميل بتاع الجناين اللي هنا والكلام ده. اي نعم هو متاخر شويه،
متاخر شويه عشان الانشاءات اللي انتم قايمين بها الكتيره، لكن احنا ان شاء الله نتمنى انها تخلص بسرعه وتنتهي بسرعه. ولكن يعني بصراحه مجلس جميل ومجلس ربنا يعينه ويقدره، وانا اعرف المجلس ده بيدفع من جيبه.